بدات الكورة، بدا الجو، بدا الشيخات، بدا كاس العالم، وباش نشبعوا شهر هذا كورة، وفرحانة برشا اللي انا باش نتفرج على كاس العالم اول مرة من اول والاخر ان شاء الله يا ربي. في الدار عاملة بون كيف على القعدة الكروية الشتوية هذه الحسيلو. اما اليوم قلت خلي انا حبي للكورة نترجموا النتائج كما يقولوا، وحبيت نعطيكم معاكم، حبيت نعطيكم معايا توقعاتي لنتائج كاس العالم، وخاصة شكون المنتخبات اللي باش تتأهل للدور الثمن النهائي. هذا هو اللي باش نقول. مرحبا بكم في قناة أسرار، معكم عواطف المشجعة رقم واحد لكأس العالم الكل. أنا من عشاق الكرة، نحبها على الآخر، وهو فما حسيت حكيتي مع الكرة تنحكي لكم مرة أخرى باش اليوم. المهم اليوم باش نعطيكم النتائج الأولية حسب توقعات عاطفية للكأس العالم والمنتخبات اللي باش تترشح للدور الثمن النهائي. نبدو بالمجموعة الأولى واللي هي فيها المجموعة الأولى يا سيدي فيها الإكوادور والسنغال وهولندا وقطر. والمجموعة هذه حسب توقعات عطوفة الغبية، أولا الأولى اللي باش تكون على المجموعة هي هولندا، والثانية اللي باش تكون على المجموعة هي الإكوادور. دونك باش تترشح معنا هولندا والإكوادور في المجموعة الأولى. أما في المجموعة الثانية اللي هي فيها إنجلترا إيران، واللي هو الماتش اللي ورايا تويكا، الولايات المتحدة الأمريكية وبلاد الغال. والمجموعة هذه حسب توقعات عواطف الغبية باش تكون إنجلترا هي الأولى وأمريكا هي الثانية. دونك باش نشوفوهم في الدور الثمن النهائي. وبالنسبه للمجموعه الثالثه اللي هي فيها الارجنتين وميسي وحبيب قلب الناس الكوليك، السعوديه والمكسيك وبولندا. وحسب توقعات عطوفه فباش تكون الارجنتين وميسي هما اصحاب المرتبه الاولى في الدور الثمن النهائي، والمكسيك هي صاحبه المرتبه الثانيه. اما المجموعه الرابعه وهي اللي تضم المنتخب الوطني التونسي، ونستناو غدوه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يهبط الفيديو النهار اللي باش نشوف فيه ماتش تونس. والمجموعه القويه هذه اللي فيها فرنسا، الدنمارك واستراليا وتونس. وعلى حسب توقعاتي انا بالطبيعه باش تكون الاولى هي فرنسا والثانيه هي الدنمارك. المجموعه هذه حفظتها وما نسحق حتى شيء. اما المجموعه الخامسه اللي فيها اسبانيا وفيها كوستاريكا، ألمانيا واليابان، فالمجموعة هذه باش يترشح بيانسير إسبانيا على المرتبة الأولى وألمانيا على المرتبة الثانية. هذا طبعا في إطار عطوفة. أما في المجموعة أول مرة على فكرة نعمل فيديو بالطريقة هذه، وكله مزيح وكله تفدليك، والهدف هو التسلية لا أكثر لا أقل. فالمجموعة السادسة التي تضم بلجيكا حبيبة قلب زوجي، وكندا، المغرب وكرواتيا. وهنا هي ستكون المفاجأة حينما يكون البلد بلجيكا هو صاحب المرتبة الأولى، أما المغرب حبيب قلب الملايين سوف يتربع في الدور الثمن النهائي. وننتقل إلى المجموعة قبل الأخيرة والبرازيل، ومن لا يحب البرازيل التي لم تغب على أي مونديال. البرازيل هي الدولة الوحيدة التي لم تغب على مونديال، وأخذت 5 كؤوس عالمية يا أبو قلب صح عليها. فالبرازيل ومعها صربيا وسويسرا والكاميرون. أكيد البرازيل سوف تكون الأولى في المجموعة، وسوف تكون معها ممكن تكون سويسرا، لا أعلم ذلك. ولا في المجموعة الأخيرة البرتغال حبيب قلبي كريستيانو رونالدو الذي أحبه وأموت عليه، سوف يسمع جوزي ويتغشغش مني. غانا، الأوروغواي وكوريا الجنوبية. ففي المجموعة هذه أكيد البرتغال سوف يكون هو الأول، وكيف لي أن لا أرشح البرتغال، والأوروغواي سوف يكون الثاني. فبهذا تكون النتائج كالتالي. وأهم العنوان الكبير أن المغرب سوف يكون في دور الربع النهائي، وتونس للأسف باش يروح من دور المجموعات. وهذا في إطار وهذا في إطار الروح الرياضية البحتة. دونك هذاك هاو. دونك النتائج باش تكون كيما هكا. هذيك تو نكتبها لكم على الفيديو. وفي الاخر دونك باش تتلاقى هولندا وامريكا، وتتلاقى الارجنتين والدنمارك الاول مع الثاني والثاني مع الاول حسيو، وتتلاقى اسبانيا مع المغرب، وتتلاقى البرازيل مع الاوروغواي، وتتلاقى انجلترا مع الاكوادور، وتتلاقى فرنسا مع المكسيك،
وتتلاقى بلجيكا مع المانيا، وتتلاقى البرتغال مع سويسرا، وهذوما هما المقابلات باذن الله باش نشوفوهم في الدور الثمن النهائي بالطبيعه على طريقه الطوفه. اذا كان عجبكم الفيديو والكله مزاح في مزاح واول مره اصوره بهذه الطريقه السخيفه، فما يصيرش تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس. باي باي.